سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. السلام عليكم، كيفكم يا صبايا؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد. انا مروهم. اذا كنتوا جداد على قناتي لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الاشعارات ليصلكم كل شيء جديد مني انا بنزله، ولا تنسوني من اللايك. الله يسعدكم ويجبر بخاطركم يا رب. خلونا نقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بلش فيديو اليوم ونقول بسم الله. هون مثل ما يكون شايفين بلشت معكم بالفطور. طبعا كنا شاربين القهوة أنا وجوزي ورايح على شغله وكل شيء، بس بعد الساعة تقريبا 12 الظهر دق لي قال لي جاي على البيت. قلت له معناتها أنا رايحة أجهز الفطور لما ما تجي. قال لي تمام. مهم قمت بلشت أجهز الفطور هيك مثل ما لكم شايفين. هيك حطيت يعني حواضر من البيت أو من الموجود، ومثل ما بقول لكم جود بالموجود. كمان سويت شوية فول على إيدي وهيك. والله ايه، احكوا لنا انتوا شلون عم تقضوا هالنهار؟ شلون هيك عم تقضوا نهاركم؟ عم تملوا ولا لا؟ لاني ما عم نحسن نطلع لبرا ابدا. شفتوا شو سبحان الله؟ بالشتاء بنقول ما عم نحسن نطلع لبرا من المطر، وبالصيف بنقول ما عم نحسن نطلع لبرا من الشوب. سبحان الله، يعني البني ادم ما بيزبط معه شي. هون بدي ابلش اجهز الفول. هلا بتشوفوا طريقته. وغير هيك ما كترت، انا حطيت 4 معالق لبن بس، يعني ما بدي اكتر. بدي اعمل علبة فول. شفتوا علبة الفول ما فيها كتير يعني شوي، فانا بدي اساوي كمية قليلة يعني مشان ما تزيد كمان. ايه فهيك حطيت 4 معالق لبن. بدي احط 4 معالق طحينة كمان. بس في شغلة اني انا ما كترت له مية. شفتوا غسلت الفول مرتين في قلب العلبة قبل ما اسخنه مشان المي الحافظة مثل ما قلت لكم. ايه فهيك شو اسمه شوي طلع شوي سميك صغيرة، لازم زايدة شوية مي زيادة على الفول، بس انا ما زدت. قلت هخليه هيك سميك اطيب ما يكون مريء. ايه فهيك والله. حطيت له كمان رشة كمون ورشة ملح وسن توم. ما كتر توم لان جوزي ما بيحب يكون بالنهار ياكل توم كتير، توم يعني مشان شغله هيك. ايه فحطيت له سن توم واحد، وكمان الكمون والملح مثل ما قلت لكم، ومية شوي من الفول، وحطيت الفول فوقه بس وخلطته. ما بده شي كتير سهل. ايه ورشة ملح الليمون. اذا ما بتحبوا تحطوا ملح الليمون حطوا عصرة ليمونة. وكالعادة ما بصير بلا صوت بنتي ماسة. اجباري بدي يكون صوتها بكل الفيديوهات تبعوتي. هي وبركة جنبي وعبت هيك عبت نكوش. فهون هيك هالمرة ما فرمت لبن ذرة ولا بقدونس فوقه. حطيت له بس زيت وشوية هيك فلفلة حمراء بس حلوة طبعا عشان الأولاد ياكلوا. فهيك والله. وكمان عندي هذه البرغش في المطبخ كمان ما بصير بلاه، وبكل تصوير لازم يطلع لي وحدة، ما بصير بلاهن. المهم بتعرفوا ايش يعني برغش مو؟ يعني هاي الناموس الصغير. المهم فهيك كمان بدي افرم بطيخ، جبس بطيخ شو بتقولوا له انتو؟ لا بتفرق يعني هيك او هيك، بس انا بقول له اكتر شي جبس يعني لاني هو جبس. المهم فرمت جبسة كمان. اليوم طولت بالفطور كأني مو بالفيديو. بالعادة هيك كل شي على السريع على السريع على السريع مشان أخلص الفيديو. بس ما بريد أطولكم الفيديو مشان ما تملوا أول شي، ومشان كمان تشوفوا الفيديو كلياته للأخير يعني. وبدي إياكم تشدولي الهمة في القناة. الله يرضى عليكم ويجبر بخاطركم. ما بتشدولي الهمة أبدا. وأنا قلت لكم كذا مرة إني بدي أساوي مسابقة على القناة، بس ما بشوف تفاعل أبدا. بستنى أشوف تفاعل لحتى أعمل مسابقة، بس ما بشوف تفاعل. فإن شاء الله بس صرت تشوف التفاعل إن شاء الله راح أبلش أعمل مسابقة. بديش إجباري بدي تفاعل، يعني إذا بدي أعمل مسابقة وما في تفاعل ما استفدت شي ولا أنتوا استفدتوا شي.
يعني مشان يكون كذا حدا عنده يكون له اسمه يعني، بلكي إن شاء الله في المسابقات القناة. فهيك هون كمان عندي كان هذا غسلته واشتقت كمان، طويته وقمته، قلت شي ما يضل عندي يعني إنه هيك على الحبل، فنزلته وطويته هو وجاه الديوانات كمان كنت غاسلتن. ايه فهيك طويتن والله وقمتن هون، لاني كنت مغيرة وش التخت انا من قبل بنهار وغيسلة هدول، وصار بدهم بقى طوي بعد ما نشفوا. فهون كمان قلت بدي اعمل اليوم العشاء كان بيتزا. سويت بيتزا والله المرة اول مرة بسوي على العشاء بيتزا، مو اول مرة يعني، من زمان ما سويت على العشاء بيتزا، فما لقيت شي اعمله غير بيتزا. وعندي غراضة الحمد لله رب العالمين. هون سويت حطيت ظرف خميرة فورية ومعلقتين سكر والركوة عبيتها حليب، ركوة كاملة يعني تقريبا بتطلع كاستين حليب. ايه وهون حطيت 5 كاسات طحين عالتمام، طلعوا 5 كاسات يعني بعد العجن وهيك 5 كاسات طحين مع كاسين حليب، حسب طبعا كل طحين بياخد كمية غير عن التاني. وحطيت تقريبا هون كان في بالعلبة شوية زيت، تقريبا حطيت 4 كاسة زيت على العجينة أنا وعم بعجنها يعني. أنا بحط زيت نص بأول العجنة والنص التاني بآخره، ليش؟ عشان يعطي أنا وعم بعجنها يعطيني طراوة وما تلزق العجينة في إيدي، يعني تضل طلعوا شلون بتصير، يعني صارت العجينة بتجنن عن جد، العجينة طلعت مثل المرهم. وهون بدي أجهز صوص البيتزا لبين ما تختمر العجينة، شفتوا بدها وقت، فقلت لبين ما يصير الصوص يعني بكون اختمرت. فهون بلشت جبت البندورة وبصلة والثوم وكمان دبس البندورة والفليفلة كمان هلا بحط معه. قلت هالمرة شلون بدي اسوي مرة، قال لي البصلة والبندورة تقلي يعني والثوم، قلت لا بدي اول شي اللهم صل على النبي اخفقهم كلهم بالخلاط وبعدها بحطهم بس يعقدوا على النار، يعني شي تنشف مية البندورة وهيك تعقد عشان تصير صوص يعني. المهم هيك لقيت هاي الطريقة أهون، يعني أهون ما تقلي البصلة وتقلي الثوم وهيك والبهارات وبعدين بعد ما تخلصوا بدك ترجعي تخلطيهم وسخنين، صعب. فما عندي مكسري تاع هاي خربان، فقلت هيك بعملهم مشان انه ما بحسن بحط بالخلاط شي سخن كتير، بدي استنى لتبرد هداك الوقت. بس مامي هاي بنتي كالعادة. المهم هيك بقسم البندورة وببلش بدي احطها بقى بالخلاط. هي بنتي الله وكيلكم عن جد ما بتسجل صوت مع الأولاد أبدا، بتعذبني كتير أنا عم بسجل صوت يعني بالزور. الله يحمي لي إياها يا رب ويحمي لكم أولادكم جميعا. وهون بعد ما قشرت البصلة والثوم حطيتهم، حطيت معلقة ونص تقريبا دبس بندورة ومعلقة دبس فليفلة ورشة بهار ورشة نعناع ورشة مو رشة ورشة ملح وزعتر بري، زعتر أخضر يعني مطحون. هيك حطيتهم وخلطتهم وحطيتهم في الطنجرة وحطيتهم على النار، والله في هاي المقلاية يعني هيك حطوهم على نار واطية وغطيتهم. ما شفتوه هون جبت الجبنة كمان عشان أبلش أبشرها، طبعا كالعادة كان التليفون مطفي أنا وعم بصور الحمد لله. المهم هون كان الصوص طلع شلون عقاد وصار غير شكل عن جد، يعني ما اختلف الطعم أبدا، بس الفرق أني خلطتهم بالخلاط وحطيتهم وغلوا مع بعضهم، هذا الفرق، أما نفس النكهة يعني. وهون العجينة مثل ما انكم شايفين مختمرة طلعانة فوق الجاط كيبة كمان. قلت الحمد لله حطيتها تحت الصينية، يعني لو ماني حطيتها الصينية كان الفرن كان كله هي عجينة. هون شفتوا لزقت في ايدي لاني ما حطيت زيت رأسا على ايدي، فانتوا حطوا زيت واشتغلوا فيها اريح لكم وما بتلزق ابدا في ايديكم. وهي الصينية عملتها مشان الاولاد، وعملت صينية تانية كمان مشان وقت ليجي جوزي قلت بخبزها. هيك بس تشكتكت العجينة بالشوكة، حطيت الصوص فوقها، وولادي شكل عام ما بيحبوا احط لهم للعجينة شي، انه بيحبوا عائلتي هيك بيحبوها بصراحة،
انه ما يحط لها شغلات كتير، فحطيت لها بس جبنة وبندورة وفليفلة بس، ما حطيت لها شيء ابدا، لان هن شكل عام ما بحبوا. حتى البندورة يعني انا حطيتها للزينة على فكرة. البندورة ما بياكلوها مع البيتزا، بيشيلوها على جنب وبياكلوا البيتزا يعني. بدي اقولكم يعني لازم احط لهم بس الصوص والهي والجبنة بس، ما بيحبوا يحطوا فوقها شي. فمين ولاده مثل ولادي هاتوا حكولي، لاني هاي الشغلة بحس يعني البيتزا لازم يكون فيها الوان وشغلات كتير وهيك، بس هيك والله هيك سويت على طلب العيلة. فهيك والله. هون مثل ما لكم شايفين حطيت البندورة والفليفلة وهيك. بحب احط فوق البندورة جبنة، ليش؟ عشان تضل في قلبها يعني ما تطب او شي. فان اذا حبوا يعيفوها حبوا، ما حبوا يعيفوها هذا شي بيخصن. فهيك والله سويت هي، بلشت اقطع لهم اياها لاني جاعوا. بصراحة نوعية هالجبنة ما حبيتها للبيتزا ابدا. مالها هيك مطة، ومع ذلك خلطتها في جبنة تانية مشان انه يصير شوية مطة، انه تسيح. لاني هاي الجبنة حسيتها ما بتصير ابدا للبيتزا، انه بتصير للفطاير، بتصير تاكليها هيك على الفطور، بس للبيتزا ما حبيتها ابدا بصراحة. الجبنة انا اللي بجيبها للبيتزا غير هاي، بس شايفين مالها ابدا، انه الجبنة ما مطت ابدا كتير، ما عطت هي هيك يعني ما ساحت. فهيك قلت اخر مرة بدي اجيبها للبيتزا بجيبها يعني على البيت، هي طعمتها كتير طيبة بس للفطور يعني جنب الاكل، هيك مع الاكل بتحطيها على الفطور، بس اما مع البيتزا وهيك شغلات ما حبيتها بصراحة. وحتى طيبة مع الفطاير، انا مجربتها بالفطاير بس مع البيتزا ما عجبتني. وهيك عملت لجوزي هاي البيتزا وسويت له على اساس يعني منظر هيك على شكل الوردة. بس عن جد والله طلعت كتير طيبة يعني، رغم انه الجبنة ما عطت هيك مطة، بس كتير طعمتها طيبة صارت البيتزا والله. وهيك مثل ما لكم شايفين كنت دهنة هاي اللفة، هيك لففتن لف، كنت دهنتهم بيض بصفار البيض يعني مشان يعطوا اللون الأشقر. بتسنوا بتدهنوهم كمان حليب، بس أنا ما كان متوفر بقيان عندي حليب، شفتوا حطيته بس للبيتزا وما كان متوفر عندي غيره. وهون جهزت القهوة، كان عنا هون اجا بابا وشربنا قهوة كلياتنا سوا، طبعا تعشينا سوا وشربنا قهوة. والله. ولهون كان خلص فيديو اليوم، بتمنى يكون حبيتوا. إذا بتحبوا فيديوهاتي لا تنسوني من اللايكات، الله يسعدكم يا رب، تشجيعا إلي ولقناتي ولتصوير اللي أنا بصوره وبتعذب فيه. بدي إياكم هيك تدولي هم على القناة، كمان مثل ما قلت لكم شان أعملكم مسابقة حلوة وهيك، إنه أغير شكل بالقناة أعملكم مسابقة. وهلأ بترككم بأمان الله، السلام عليكم.